احسن حاجه ان انت تكون مشترك في اكتر من جيم. والله العظيم الموضوع ده لقيته يعني ميزه، انا عملت الموضوع ده مؤخرا، فانا بقيت مشترك في اكتر من جيم، منهم بقى الجيمات الرجاله بس والميكس ومش عارف ايه وكل الكلام ده. فدلوقتي مثلا احنا في اجازه زي اجازه العيد، انا في العيد في الطبيعي ما بتمرنش، يعني انا باخد العيد كله راحه، بس احنا النهارده اهو هيبارك معايا ان اتمرن، يعني هو هيبارد كده، انا عايز اتمرن دلوقتي. خدنا دش جميل، ظبطنا حالنا، جهزنا اكلنا ميتنا، وهنروح ناخد تمرينه دلوقتي في اقرب جيم ليا. اقرب جيم ليا اللي هو جيم ميكس، وانا ما بحبش اتمرن فيه كتير عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بتروح تلاقي 500 بنت ملمومين على جهاز واحد، فاهمني؟ فانت مش هتعرف تتمرن معاهم. فنروح ناخد تمرينه دلوقتي ان شاء الله، تمرينه كويسه. الفكره كلها ان انا داخل على برنامج تدريبي جديد، ودايما قبل اي برنامج تدريبي جديد بيكون في عندي تمرينه يعني زي افتتاحيه للبرنامج، اللي هو ايه، انا بحب اخد تمرينه معينه كده قبل اي برنامج تدريبي. دي حاجه كده يعني ايه، لارضاء النفس بس مش اكتر، فاهمني؟ يعني مش حاجه اساسيه خالص. فهنشرب قهوتنا، ناخد اكلنا وميتنا، ونروح ناخد تمرينه محترمه. وبمناسبه اجواء العيد وكده برضو ننزل نقابل شويه ناس حبايب ونشوف هنقضي اليوم ازاي. السهره طويله، مشكله العيد انه بيبوظ لي اليوم كله، يعني النوم بيبقى بايظ. يعني انا تقريبا الساعة كام دلوقتي؟ أنا تقريبا صاحي من ساعتين أو 3، لا صاحي من قبل العصر. طبعا بنام الصبح ومش عارف إيه، والنوم بايظ، فإحنا محتاجين نظبط النوم وخير. نسيت أقول لك، صح، أنت ما تعرفش إن في خصومات كتير جدا على التدريب الشخصي والتدريب المنزلي والتدريب الأونلاين. البرامج الغذائية المخصصة لا، ما نزلتش البرامج الغذائية المخصصة خصومات، لأن أنا كده كده عامل الموضوع ده بخصومات. يعني البرامج الغذائية بيكون عليها دايما خصم قوي. يعني أنت لو محتاج تبدأ استغل عروض العيد يا ابني، استغل عروض العيد يا ابني، والله العظيم. يعني أنا مش فاهمكم يا جدعان، والله العظيم في ناس بتحب تشترك في الغلا. يعني انا مقدم لك خصومات ما تشتركش في الخصم، ابص الاقيك جاي لي بعد الخصم، انا لا ما فيش، ما هو الخصم اما بيخلص ما فيش. الخصومات دي كلها اخرها بكره. الحق دلوقتي احجز لو انت عايز تحجز خدمه معينه. ده غير ان انا عامل لك صلاحيه كويسه عشان الناس اللي بتحب تتبسط في العيد ومش عارف ايه. عامل لك ميزه كويسه ان انت تقدر تاجل الاشتراك لحد لما تيجي تبدا. الحق مكانك دلوقتي، حرفيا خصومات رهيبه. مش محتاج اكتر من انك تدخل على اللينك اللي في وصف الفيديو اللي انت بتشوفه ده، او تبعت لي رساله على الواتساب اللي انت بتشوفه قدامك ده. سهله يا ابني، سهله. بدل ما انت عمال ساحل نفسك في الام كي والاس كي والاس ان والاس اف والاس ماين والاس مش عارف ايه والام والاتش والكلام ده، كل ده كلام فاضي، والله العظيم كلام فاضي بيضحكوا بيه عليكم. وانتوا الشباب المبتدئه يعني ما بتكونش واخده بالها من الموضوع ده، او مش عارفه الموضوع ده، فبتقع في الغلطه دي. هو انك بتروح تجيب مكملات بطريقه عشوائيه لمجرد انك سمعت شخص بيروج لك المنتج ده، ما يعملش معاك حاجه. والله العظيم قسما بالله، قسما بالله وقسما اتحاسب عليه قدام ربنا، انك تقدر تعمل فورمه قويه جدا جدا جدا. انت نفسك مش هتصدق الفورمه اللي انت هتوصل لها في خلال 3 شهور. هقول لك على حاجه، الصوره اللي انت بتشوفها قدامك دي، الفورمه دي اتجهزت في 60 يوم بالظبط. والموضوع كان معانا على مرحلتين، مرحله اولى كانت 30 يوم، مرحله ثانيه كانت 30 يوم. المرحله الاولى هوريها لك اهي، وادي المرحله الثانيه، ومجموع المرحلتين هم 60 يوم. فالفكره كلها مش ان انت تروح الجيم تتمرن بغباء او تتمرن بعافيه وخلاص، لا، الفكره كلها انك تتمرن بخطه مظبوطه، تاكل صح، تنام صح، تتمرن صح، عاداتك صح. حتى لو هتستخدم حاجه، تستخدم الحاجه اللي انت في احتياج ليها، مش اللي الناس بتروج لك ليها. في حاجات كتير مش بتكون موجوده في السوق، فاهمني؟ مع انك ممكن تكون محتاج الحاجه دي. فهنا احنا ندور على الحاجه اللي احنا عايزينها، مش نروح نجيب اي حاجه الناس بتروج لها وخلاص. واللي قاعد يقول لك ام كي واس كي واس ان واس اف واس اتش واس مش عارف ايه واس مش عارف ايه والكلام ده كله، نصيحه مني، دور على مدرب بيتقي الله، هيوصلك لهدفك ايا كان ايه هو، وبس كده. صباح الخير، سلام.